كورديسيبس أو فطر الزومبي، وده نوع من أنواع الفطريات اللي عنده القدرة على إنه يتحكم في عقول الحشرات اللي بيسيبها، وده عن طريق إنه بيفرز في جسمها مواد كيميائية ليها تأثير مباشر على عقل الضحية. النملة اللي بتتحرك قدامكوا دي هي في الحقيقة لسه ميتة من لحظات قليلة، لأنه بمجرد ما الفطر دخل جسمها بدأ يسيطر على جهازها العصبي والعضلي، وحول النملة لمخلوق مطيع مسلوب الإرادة بيتصرف حسب أوامر كورديسيبس. النملة اللي كانت عايشة في مستعمرة بتضم أكتر من 7 مليون نملة بدأت تخرج عن النظام وتهجر المستعمرة، وبتتسلق غصن شجرة من أشجار الغابة لحد لما توصل لأعلى نقطة ممكن توصل ليها، لحد ما توصل لأكتر مكان مظلم ورطب، بيئة مثالية جدا لحياة الفطر. وأول ما توصل للمكان المناسب تبدأ تعض غصن الشجرة بأقوى عضة في حياتها وآخر عضة في حياتها. من بعدها يبدأ الفطر يتغذى على جسم النملة من جوه عشان ينمو ويخرج من رأسها، ويبدأ ينشر جراثيمه الفطرية عشان يصيب حشرة تانية، ويبدأ دورة حياته من جديد. هنا نيجي لأكتر سؤال مخيف: هل فطر كورديسيبس ممكن يصيب الإنسان؟ في بداية اكتشاف العلماء لخطر فطر كورديسيبس اللي بيهدد بقاء الجنس البشري بالكامل، كان العلماء على يقين تام إن الفطر لا يمكن يقدر يصيب البشر، وده لسبب بسيط جدا، وهو إنه ما يقدرش يستحمل درجة حرارة جسم الإنسان. لكن وسط حالة الاطمئنان اللي حاول العلماء إنهم ينشروها، ظهر سؤال أصاب فكر العلماء في مقتل، وخلى حالة الاطمئنان تتبدل لخوف ملوش حدود.